يا أهلا وسهلا، مرحبا بيكي في بودكاست قلب واعي، المكان اللي بنقعد فيه مع نفسنا نسمع صوت قلوبنا من وسط الزحمة اللي كل يوم بتخليكي تنسي نفسك شوية بشوية. النهاردة حلقتنا لكل بنت حاسة انها بتجري ومش عارفة بتجري ورا ايه، حاسة انها بتحاول ترضي الكل وبتنسى ترضى نفسها. لكل بنت وقفت قدام المراية وسألت أنا ليه مش واثقة في نفسي، أو قالت هو أنا كفاية ولا دايما في حاجة ناقصة. النهاردة مش هنعمل محاضرة، احنا هنتكلم من قلب القلب، وهديكي مفاتيح ترجعلك إيمانك بنفسك وسط كل ضغوط الحياة اللي بتاخدك منك. لأنك مش محتاجة تبقي كاملة عشان تكوني قوية، ومش محتاجة تعملي كل يوم حاجة عشان تستاهلي الحب. الثقة بالنفس بتبدأ من لحظة صدق مع نفسك انتي، مش مع حد تاني. دلوقتي هنسأل سؤال، ليه أصلا الثقة بتهتز؟ عارفة ايه أكتر حاجة بتهد ثقة أي بنت؟ إنها تفضل تقارن نفسها بغيرها. البنت دي جسمها أحلى، دي أنجح مني، دي متجوزة وأنا لسه، دي عندها بيزنس وأنا لأ، وتنسى تشوفي الحاجات اللي عندك انتي. الضغوط حوالينا مش بس شغل وحياة ومسؤوليات، الضغوط ساعات بتكون صوت في دماغك بيشكك فيك كل يوم، يقولك انتي فاشلة، انتي متأخرة عن كل الناس، انتي ولا حاجة. والصوت ده ساعات بيكون جاي من تربية صعبة، أو من نقد مستمر، أو تجارب وخذلان، أو حتى من السوشيال ميديا اللي بقت من أخطر المؤثرات علينا حاليا. يعني بتحسسنا ان الكل سابق، دي خرجت خروجة حلوة، دي عندها صحاب وانا لأ، دي بتتفسح في احسن الاماكن وانا قاعدة. بتحسسك ان دايما ناقصك حاجة. بس خليني اقولك حاجة، صوتك الداخلي مش لازم يكون عدوك، تقدري تخليه يبقى اقوى حليف ليكي لو بدأتي ترجعي الثقة واحدة واحدة. ودلوقتي هقولك ازاي نعيد بناء الثقة. اول خطوة يا ست الكل، اعرفي انت مين، مش اللي بيقولوا عنك او المجتمع عايزه منك، مش الصورة اللي بتحاولي توصليها، لا، اعرفي انت مين بجد. يعني ايه؟ يعني اسألي سؤال، انت بتحبي ايه، نفسك في ايه، بتخافي من ايه، وبتحلمي بايه. ونصيحة، ابدأي اكتبي كل حاجة بتقوليها لنفسك، هتلاقي ان في حاجات كتير جاية من ناس تانيين مش منك انت. وتاني خطوة، توقفي عن جلد الذات. دي اهم خطوة يا جماعة، توقفي عن جلد ذاتك، واللي حصل حصل. يعني كل ما تيجي تجلدي ذاتك قولي اللي حصل حصل، فاهماني؟ مش لازم كل مرة تغلطي تعاقبي نفسك، قولي انا لسه بتعلم، ما تقوليش انا فاشلة، لا قولي انا لسه بتعلم. وتالت خطوة بقى، ابعدي عن الناس اللي بيكسروا فيكي واللي بيحسسوك ان انتي مش كفاية. لو في ناس كل مرة تتكلمي معاهم بتحس انك اقل، دول مكانهم مش في حياتك، ودايما طلعيهم بره حساباتك. رابع خطوة، اعرفي نجاحك الخاص وشغفك الخاص. مش لازم تعملي شركة عشان تبقي ناجحة. لو مثلا صحيتي النهاردة من النوم وانجزتي شغل البيت، او خلصتي مهمة صغيرة في حياتك، ده اسمه نجاح. سهلوها على نفسكم. وخامس خطوة، ركزي على العطاء مش الكمال. لما تركزي تساعدي غيرك بتثبتي لنفسك انك قادرة، حتى لو بحاجة بسيطة، زي مكالمة، زي كلمة طيبة، زي مساعدة صغيرة، حتى لو ابتسامة. وسادس خطوة، اعملي حاجة بتحبيها كل اسبوع، حتى لو ساعة واحدة في الاسبوع، رقص، رسم، تمشية، كتابة، حاجة انت بتحبيها. الحاجات دي بتقوي العلاقة بينك وبين نفسك جدا. سابع خطوة والأخيرة، أكدي على نفسك بإيجابياتك كل يوم، وقولي جمل بصوت عالي. الموضوع ده ممكن يضحك ناس كتير، بس هو صدقوني طريقته فعالة جدا، حتى أنا مجربه. قولي لنفسك دايما، مش هقولك تقفي قدام المراية وتتكلم، لا، بس كلمي نفسك. قولي أنا دايما قوية، أنا سعيدة، أنا كفاية، أنا بستحق أتحب، أنا أحسن حد في الدنيا، أنا بتطور كل يوم.
مش مهم تحسيهم من اول مرة، عادي هتلاقي نفسك بتضحكي بس مش مهم تحسيهم. بس المهم انك تعودي نفسك انك تسمعي صوتك بدل ما تسمعي صوت النقد. ودول 7 خطوات ان ازاي نعيد الثقة بنفسنا تاني. رابع حاجة بقى معانا الثقة وسط الضغوط. ازاي بقى نلاقي ثقتنا وسط الضغط؟ وسط مسؤولياتك كأم أو كزوجة أو بنت شايلة مسؤولية أهلها، الضغط بيكتر والثقة بتقل. لكن خدي بالك، الثقة مش رفاهية، دي أداء بتخليكي تقفي على رجلك وسط كل ده. لما تعرفي امتى تقولي لأ، ولما تتعلمي تطلبي المساعدة، ولما ترفضي تقارني نفسك بحد، ساعتها هتلاقي القوة دي بتتولد جواكي مش بره. رسالة لكل بنت، في بنت جواكي محتاجة تحضنيها، محتاجة تطبطبي عليها وتفكريها انها مش لازم تبقى كاملة عشان تكون محبوبة. انت كفاية زي ما انت، بنقدك بتعبك بحبك الكبير. ما تنسيش تسمعي الحلقة دي تاني كل ما صوتك وصورتك تتهز، وبعتيها البنت زيك محتاجة تفكر نفسها هي مين. دي كانت حلقتنا من قلب واعي، بودكاست بنحاول فيه نرجع لنفسنا ونسمع صوت قلب واعي وسط الزحمة. هستناكي الحلقة الجاية، وفكري نفسك دايما انت كفاية وانت تستاهلي وانت قوية اكتر مما تتخيلي.